قناة السويس إلى قاعدته دائرا بين جبهتين في بورسعيد، لكل جبهة منهما مبرراتها. الرصيف ده هو ممشى سياحي جميل جدا، محلات قبله. لما انا دلوقتي احط هذا الرمز بيبقى وسيله جذب تجذب ناس كتير جدا في هذه المنطقه، يحصل فيها رواج، يحصل فيها ملء انتعاش. لو احنا قدرنا نستغل وجود هذا الموضوع، رجوعه في عمل بانوراما كامله لحفر قناه السويس، وتشرح ازاي المصريين حفروا القناه وتعبوا وماتوا في الحفر، وايه العائد اللي رجع علينا، ونعرض هذا البانوراما دي تتعمل مثلا وليكن في المتحف الحربي الجديد هنا او المتحف الموجود، دي هتجيب سياحه لا تتخيلها حضرتك. وكان ائتلاف مثقفي بورسعيد من اجل التغيير قد اصدر مؤخرا بيانا يتضمن الرفض لنداءات تطالب بعوده تمثال فرديناند دي ليسيبس الى قاعدته. واشار البيان الى ان ضغوطا خارجيه وداخليه قد تعاظمت في الفتره الاخيره من اجل عوده التمثال. لأننا نفرق بين فرنسا الثقافية وفرنسا الاستعمارية، وفرديناند دي ليسيبس ينتمي إلى فرنسا الاستعمارية. 57 سنة التمثال موجود على القاعدة. أتوني بإحصائية تقول أن التمثال حقق رواجا سياحيا لهذه المدينة ولمصر عموما. الرافضون لعودة تمثال دي ليسيبس قالوا إن التنمية السياحية التي تعتمد على تمثال هي تنمية متهافتة هشة، فللسياحة منظومة متكاملة تتداخل فيها عوامل كثيرة. أما المؤيدون فيرون أن عودته أصبحت ضرورة ملحة لوضع بورسعيد على الخريطة السياحية بعدما بعدت عنها لسنوات طويلة. الساحل قدامهم الأهرامات، قدامهم أبو الهول، قدامهم معابد الأقصر، قدامهم الكرنك، قدامهم مصر الجميلة الفرعونية. لكن أن يأتوا كياروا دي ليسيبس، طب ما يروه في سجون فرنسا، طب ما هو كان أفاق في سجون فرنسا، طب ما هو نصب على الفرنسيين. هل يريد مرة أخرى أن يبعث لنا المحافظ دي ليسيبس جديد؟ احنا بنقول له روح شوف مصنع جديد يشغل أبناء بورسعيد. تمثال فرديناند دي ليسيبس يظل حائرا بإحدى ورش ترسانة هيئة قناة السويس البحرية، ينتظر قرارا بالعودة إلى قاعدته أو الحكم عليه بالبقاء خلف الأضواء. أحمد الجمال، الحياة الآن.